تنظم اليوم مجلة صناعة المغرب في الدار البيضاء النسخة الخامسة لصباحيات الصناعة حول موضوع سياسة الماء، آفاق وتحديات. يأتي تنظيم هذه النسخة في سياق عالمي خاص، تعرف تغيرات مناخية قاسية. أنتم تعرفون جيدا أن المغرب لا يشكل استثناء. المغرب عارف سنوات من الجفاف دفعت إلى الحكومة للتعامل مع هذه الظاهرة كمشكلة مستدامة وليست بظاهرة آنية، وبالتالي دفع الحكومة تحت رؤية السديدة لجلالة الملك محمد السادس لاتخاذ العديد من الإجراءات، من بينها النظام الوطني للماء الذي سيتم تطويره ما بين سنة 2020 و 2050. كما تم كذلك بناء وتشييد أكثر من 1000 سد صغير في أفق 2030. كما سيتم إنشاء 3 محطات من أجل تصفية ماء البحر. كل هذه المواضيع سوف يتم التطرق إليها وتدارسها بين أكثر 15 مختص في مجال سياسة الماء والبحث والتطوير في مجال الماء. شكرا.